بصوا حضراتكم، كل الحمام ده استحمى، هنشوف مع بعض وهنتابع اهو. كل الحمام ده استحمى. بصوا الدم، بصوا في دم اهو يا احمد، ده في دم في الارضيه. لسه الشلباز ده. بصوا الحمام كله استحمى. هنشوف بيكا بيعمل ايه بقى اهو. تعبتك يا اخويا حبيبي يابا. ولا يهمك. بصوا انا مش هقول لكم بيعمل ايه، ولكن انتوا تابعوا عشان نتعلم مع بعض، واللي عايز حاجه يقول لي بيكا يعملها له ويروح له لحد باب بيته. صح كده بيكا؟ انت عايز ايه؟ حبيبي يا بيكا. بص حضراتكم، نزلت غيرت وقعدت شويه، وكان معايا شغل خلصته وجيت، وبيكا قاعد لسه شغال في الحمام وعمال يحمي فيهم اهو. بدأوا يكتروا اكتر. انت كده في الوش التاني ده، التالت يا بيكا صح؟ ده الوش التالت. بصوا يا جماعه، ده الوش التالت اللي هو شغال فيه. يعني كده وشين اهو شغال فيه. ونكمل مع بعض بقيه الفيديو. بصوا حضراتكم، بدأنا في حوالي وش وكسور زي ما انتم شايفين كده مع اخويا بيكا الخصم اخويا ده مع حبه هم. بصوا الحبه دول كلهم استحموا بماده بيوتكس اهو. بصوا حضراتكم، بصوا مش قادرين يطلعوا الباب اهو. كل دول بيوتكس، وده اهو لسه بريحاني. نكمل مع بعض بقيه الفيديو لما يزيدوا اكتر عشان نشوف الحمام كله هيتعمل ولا لا. احييكم جميع حته الاسلام، فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جبنا لكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. بشكر تعليقاتكم، توضيحاتكم، تصحيحاتكم، كل شيء بتقدموه معانا. النهارده فيديو جديد بسبب تغيير القلش والقصه ديت وتنظيف الحمام. معايا النهارده اخويا احمد بيكا. عامل ايه يا بيكو؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. افكركم احمد بيكا اللي كان خصم في الغايه اللي هناك دي، اللي هي الحديد دي الطبليه دي حديد، لو تفتكروها كانت 12 متر حديد، كنا مصورين معاه. منور الدنيا يا بيكا. نورك يا باشا. حبيبي يا بيكا. النهارده هنعمل ايه بقى في الحمام؟ هنحميهم ببيتوكس 5%. بيتوكس 5%. ورينا كده لون الميه بتاعتها. بصوا يا جماعه، لونها اصفر كده اهي، للناس اللي حابه برضو اسمه ايه ده يا احمد؟ بيتوكس 5%، بتحط منه 10 سم على جرد ال 10 لتر. معلش مره ثانيه. 10 سم من ده على جرد ال 10 لتر زي ده كده. بتحمل الحمام كله على جردل زي ده. بس الفرد حم على رقبته. تمام. كده بوشه. هتورينا دلوقتي. هوريك دلوقتي اللي انت عايزه. طب الحاجه دي بتتجاب منين؟ لو حد اي حته بيطريه. اي حته بيطريه. بيبيعوا. طيب اسمه بيتوكس 5%. طب انت بتعمل ايه بقى؟ بتسيبهم في الارضيه ولا في الباب؟ لا في الارضيه عشان يتشفوا. بصوا يا جماعه، انا حبيت اسمعكم. بيقول لك بتشد القمرايه اللي فرد حامل يستحمى يتساب في الارضيه. ليه؟ عشان الحمام ينشف. طب وايه الاضرار لو دخل في الباب؟ دخل في الباب يا بعد المسا واضطر تغير ميه وتقلب المكلف والكلام ده. طب ما انا كده همسق واكلف. كده تمسق وتكلف، بس لما تحط في المسقه ما بيطلعش من المسقه ريحته. والله فرد حمل مش يشرب من المسقه تاني وهيتعب ناقص. بتسيبهم في الارضيه ينشفوا بعد كده تحطهم في الباب. يعني انت قصدك لاي خطر من الخواطر ان انت تحطه في الارضيه احسن. البتاع دوت اصلا ما بيغطاش دماغ فرد حمل جوه. خليه جوه بره كده وحميه وانضفه وحسبه في الارضيه. بس معلش حقك عليا، انت قصدك ان ما يتحطش في الباب عشان ما يبقاش في 1% خطر. الباب هيرفرف كده بجناحاته، هيوقع ميه في المسقه. البتاع دوت بيلزق في الفخار ذات نفسه. هتيجي تمسح ماما تمسح هتبقى المسقه فيها بيتوكس. فهي يتعب مثلا. ما يسموا. خدت بالكم؟ انا بسمعكم، يعني انا عارف كل ده، انا عارف كل اللي بيقوله، ولكن انا حبيت اسمعكم منه بطريقته هو عشان احنا نفهم المشاهد، عشان لو هيعمل كده. ده بينظف ريش الحمام؟ بينظف الريش وبيموت السوس الدبان، لو في اراضي بيطلعها، بيلمع الريش، بيظبط كل حاجه في الريش. يعني معنى كلامه اللي بيقول لك خلص الكلام منه. طب هنعمل ايه؟ هنحضر الميه بتاعتنا ونشد القمرايه، صح كده؟ ماشي. اعمل لك القمرايه ولا نشد؟ لا شد القمرايه ونحط الميه بقى. بصوا يا جماعه، برضو عايز اقول لكم على حاجه. بيكا مش جاي عشان خاطر جنيه. انا برضو بوضح لكم الصوره دي. بيكا جاي حبا في الحمام. صح يا بيكا؟ يا عم سيبك من الحمام، انت اخويا قبل حاجه لازم اخدمك يابا. معلش بتقول ايه؟ انت اخويا سيبك من الحمام والفلوس والكلام دوت. انت اخويا لازم اخدمك برضه. حبيبي يا بيكا حبيبي. بصوا حبه ليا جميل قوي. بصوا اول حاجه بيعملها، هنوريكم بيعمل ايه اول شيء عشان برضو تبقوا متابعين، عشان تبقوا عارفين كل حاجه. انا عدلت لهم يا بيكا. ليه؟ والله زهقت كده. كده اصلا ما بتفتحلهمش ولا في شغل. ما انا زهقت، قلت اغير كده، اعمل اي حوار، اجدد حاجه، اعمل حاجه جديده كده.
ما بحبش الثابت على طول. جديد مطلوب يا معلم. بصوا يا جماعه دي كده 20 نحط نصها. دي 20 سم هيحطوا نصها. بصوا عملت لون ايه، بصوا لونها لسه مش سامه دي يا بيكا على فرد الحمام. سامه لو شرب منها، بس هي مش خطر على الحمام 5%. وهتشوف في عينيك دلوقتي هعمل لك فيهم ايه. بس كفايه. هتشوف الدبان بيموت ازاي على الوش. الدبان بيموت على الوش. فرد الحمام اللي اتعمل اتساب في الارضيه. هاتهم. في ناس تقول لك اكتوموسيرين ومش اكتوموسيرين. الاكتوموسيرين دوت اصلا ما بيعملش حاجه، هو بيلمع ريش بس، بينضف فرد حمام بيلمع ريش، لكن هو اصلا مادته فعاله مش زي دي. الاكتوموسيرين بيلمع ريش بس، يمكن في سوس وفي الاراده دي بتبقى جوه في قلب الجلد ما بيموتش منها. لكن ده حامي شويه. ده حامي عنه شويه. ده ممكن تقعد تبقى يعني مثلا الاكتوموسيرين تعمله لازم تبدر. لكن دوت لو عملته ما بدرتش عادي. تمام. اقول لك على حاجه، في ريحه ظهرت. ما هو ريحته في ريحه. بصوا يا جماعه في ريحه ظهرت من هنا. خلي بالك انت كنت خايف منه، بس هو دوت افضل حاجه ليك انت. اقسم بالله انا اكتر من مره قلت له لا، يقول لي ما تخافش، اقول له لا انا هجيب اكتوموسيرين. قلت لك لو فرد حمام حصل له حاجه ايه انا عايز اثبت لك بايه. لو قال لي فرد حمام حصل له حاجه 10 مرات حصل. انا مجربه اكتر من 20 مره، مجربه عندي مجربه عندنا وعندنا. قلت له لا، انا عرفت ان هو سام. قال لي هو فعلا سام بس ضعيف، لان في واحد عندنا هنا عمل الحمام بطريقته دي، الحمام كله مات والعياذ بالله. ملايسون سام بتاع الصراصير ده. ملاسيون. انا خفت يعني، قلقت بصراحه. قلت له لا انا هجيب اكتوموسيرين يا عم ما تخافش. اقول له لا، يعدي يوم 2 جبت الاكتوموسيرين، اقول له بقى ايه هجيبه يا عم ما تخافش، لحد ما ايه قلت له اقول لك على حاجه، اتكل على الله. تعال ابدا من اليمين كده يا احمد نوري الناس. بيقول لك هيتسف الارضيه. بص كده يا عم محمد، الحمام هتعمل كده اهو. بصوا يا جماعه الشخ بتاعه كده من تحت هنا اهو. زي ما انتم شايفين كده حضراتكم. واهم حاجه دماغه ما تنزلش في الميه. ده كله مش هتلاقي في فرد الحمام في سوس اهو. هتيجي تقلب فرد حمام بعد كده مش هتلاقي فيه سوس، لما يتلاقي ميت على الوش. طب سؤال بقى، اتفضل. انت كده ما تنزلش دماغه صح؟ ما تنزلش دماغه لا، عشان لو شرب ما هيتعب، مش هيموت بس هيتعب. وهتلاقي الحمام كله بيفضل يتنطط في الارضيه. انت هتسيب كله في الارضيه؟ سيبه في الارضيه بقى، مش في حمام بريشه. لا كله متعدل عادي. عادي. بصوا يا جماعه ادي اول واحد. بصوا قرباج، البدايه قرباج. طبعا هنقلب المسق ديت صح يا بيكا؟ حتى ده هنقلبه اهو عشان ما يكونش فيه خطر في اي حاجه. بص وهنقلب هنقفل. مش كده، بص انا وري كده. بص لازم نخش الاخر مش كده. بصوا جايب قصع الديله من جوه. الله يبارك لك. بصوا كل الحمام هيتعمل فيه كده دلوقتي. الحمام فيها دلوقتي كده، الحمام فيه دي يثبت لنفسه. الله يبارك لك. بص طرطش علينا. طرطشه ناكل كده على المسقه ونشوف. قصدك الطرطشه دي لو جت على المسقه شكرا. بصوا برضه بيهوي جسمه، هو عارف. هو يفضل يتنطط ويفضل يعمل دلوقتي. لو حد طلب منك تروح له كده يا بيكا تعمل كده؟ اي حاجه نعملها. روح يابا. انت حافظ رقم تليفونك؟ حافظ رقم تليفونك. طب بص لي كده بعد اذنك وقول لي. 031 78 24 302. مره ثانيه. 031 78 24 302. علي صوتك بقى عشان صوتك واطي. 031 78 24 302. بس كده. لو حد طلب منك تجيب الماده دي تشتغل في القصه دي انت زي الفل. امانه ثقه احترام بيكا. امانه ثقه احترام احمد بيكا. رقم التليفون وهنتابع مع بعض برضو، وهنرجع لكم تاني بعد ما يخش على النص كده ونشوف الارضيه دي ان شاء الله مليانه وبالخير. نكمل مع بعض بقيه الفيديو.
بصوا يا جماعه، الله يبارك لك يا بيك، الله يبارك لك وتسلم ايدك يا باشا. معايا محمد اهو الصغير صاحب عدي بيساعدنا. بصوا الحمامتين، بصوا بصوا اللي واقف على الازازه ده. بص يا بيكا، بص واقف على الازازه ازاي. بص واقف ازاي على الازازه. وادي الحمامتين اهم، كل دول استحموا، كلهم استحموا. ولسه هنا في وش ونص، الوش ده الكامل ده كله لسه، ونص هنا. الوش ده 60 باب يا جماعه، الوش ده 60 باب. وهنا برضو حضراتكم في انجليز احمر بديلها بيض اهو. في مرقع اهو كمان هنفتح له. لسه بقى انا هكلف الحمام ده كله. عايز اوريكم الكلفه. بصوا الكلفه. طبعا الكلفه دي عاملها عشان خاطر ريش الحمام اللي احنا شلناه. انت بتعوضهم زي ما بقول لحضرتك، بتعوضهم ببروتينات مختلفه عشان خاطر يطلع ريشهم كويس. هنديهم هشه تانية عشان خاطر نفتح الانجليزي. هنديهم هشه عشان برضو يتقلوا، عشان ما يضيعوش الانجليزي. اول ما هيحطوا هفتح الانجليزي. حد يفتكر الدكر ده ابو طرطور ده اللي كنا جايبينه وقلنا هنسيبه؟ الحمد لله سايب اهو. فاكرينه اللي كان واخد الاسكندرانيه لما كنا بنسيبه في الارضيه هنا وقلنا عليه هيتساب؟ مرقع الاكول اهو. المرقع الاكول ده هلاهوطه في الطراوه، طيب زياده عن اللزوم، فده هيتباع هيتباع. جنبكم هش خفيفه كده، مع ان المفروض ما هشش، ولكن عشان خاطر عيونكم. كده كده هم طاروا كتير كمان بالنسبه لهم، لان